هاي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده كده بقى هنعمل مع بعض الاكله الجميله اللي انتوا شايفينها دي. كنت بعمل بانيه، وكنت بعمل باميه، وكنت بعمل رز كده بشعريه، وحبيت اوريكم الطريقه اللي انا بعملها. وحبيت برضو تقولوا لي ايه رايكم في طريقه البانيه اللي انا بعملها يعني، والتتبيله. انا كنت جايبه كده بتاع حوالي كيلو وربع بانيه، وطبعا كنت غسلاه جدا بالملح والليمون، وشطفاه كويس جدا يعني. والتتبيله بقى اللي انتوا شايفينها دي كانت عباره بس عن بصل، وكنت حاطه لها بقى شويه فلفل اسود وكمون وملح وشويه بابريكا حمرا كده. بس فرمتهم كده في الخلاط، ونزلت كده بالتتبيله بتاعتنا دي كده فوق البانيه، وهسيبها بقى كده في التلاجة بتاعتنا مثلا بتاع ساعه او ساعتين، زي ما انت ما تحبي عايزه تبيتيها في التتبيله دي، زي ما تحبي يعني. بس والله يا حبايبي انا كنت هعمل بس رز وبانيه، بس قلت بقى اعمل شويه باميه كده جنبهم، يعني حاجه كده العيال تغمس بها الرز يعني وكده. فقلت اعمل بقى شويه باميه عندي كده كانوا في الفريزر، كنت مخزناهم من السنه اللي فاتت. بس فطلعت كده الكيس، طبعا كان مجمد يعني شويه. وحطيت كده بقى معلقتين التوم كده في الزيت، وكنت حاطه معلقتين ليا كده علشان يخلوا طعم الباميه حلو يعني. بس ورحت بقى كده محمره كده التومه بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، ومع معلقتين اللي انتوا شايفينهم دول، كانوا عاملين طعم حلو قوي كده في الباميه. انتوا عارفين الباميه بتتعمل بيبقى لازم يكون معاها لحمه عشان بيبقى الطعم بتاعها احسن يعني، او فراخ وكده. فانا طبعا كنت عامله بانيه، فما كانش فيه شوربه لحمه او فراخ، فحطيت حتتين ليا كده عملوا لها طعم. وبعد كده بقى نزلت بالطماطم بتاعتنا بعد ما فرمتها يعني. نزلت بقى كده فوق التوم بعد ما اتحمر كده وخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت كده بقى بالطماطم بتاعتنا واقلبها شويه، وهحط بقى كيس الباميه بتاعنا كده من الفريزر على طول، واسيبه بقى يفك براحته كده مع الطماطم. هغطي الحله وهحط لها برده شويه توابل وملح، وهغطي الحله واسيبها كده ايه براحتها تتسبك براحتها مع بعضيها يعني. والباميه بتاعتنا دي تفك كده في قلب الطماطم، وتستوي كده وتبقى جميله يعني، ما شاء الله كانت ريحتها جباره والله. بس حطيت كده شويه كمون وفلفل اسود. التوابل دي يا جماعه انا عاملاها عندي في البيت، بتبقى بص انا بحطها على اي اكل يعني. هي عباره عن ايه؟ انا بجيب فلفل اسود وبجيب كمون، هوريها لكم مره كده وانا بعملها، وبحطها على اي اكل والله بتبقى جميله جدا وطعمها حلو قوي في الاكل. بجيب فلفل اسود وبجيب كمون وبجيب حبهان وبجيب جوز الطيب، وبجيب ورق لوري وشويه قرفه، وكل ده كده بفرمه كده مع بعضه في قلب الكبه، وبعمل بيه اي اكل انا بعمله. بعد ما احط من كل حاجه شويه كده كده يعني، انا عارفه الاكل اللي هو انا ممكن احط فيه كل التوابل دي بس. وطبعا دي بقى تتبيله البانيه بتاعتي. انا كنت جايبه بيضتين كده ربيتهم لوحدهم كده في طبق. وهوريكم طبعا انا هعمل ايه في البيض ده كده، مش هحط فيه قطعه البانيه كده لوحده كده يعني. وده طبعا التوابل بقى بتاعتنا، ده كان دقيق وفلفل اسود وكمون، ودي التوابل اللي انا كنت فرماها يعني. والباقي اللي كان تحت ده كان فيجيتار. وطلعت بقى كده البانيه من التلاجة، يعني حوالي سبته في التلاجة كده بتاع 3 ساعات. وبعد كده مسكت البيض بقى ربيته كده وحطيته كده على وش البانيه بتاعنا، وهقلبه كده كله في قلب بعضه يعني. هقلب البيض في التتبيلة دي بس، وهطلع من التتبيلة دي كده على طول على تتبيلة البانيه التانية اللي هي البودرة دي، وهقلي بقى كده في الزيت على طول يعني. مش عايزة اقول لكم على طعمه والله بجد يا جماعة كان جميل جدا. والتتبيله دي سهله وسريعه، مش هتاخد معاكي وقت يعني. ولو ما عندكيش اصلا فيجيتار، الفيجيتار ده يا جماعه انا مش جايباه اكياس يعني. انتوا عارفين الكيس دلوقتي بقى ب3 جنيه تقريبا، او مش فاكره. المهم يعني غالي. فانا بجيب الصراحه من عند العطار، بقول له اديني ب5 جنيه فيجيتار سايب. بيديني بقى شويه حلوين كده، بحط بقى انا عليهم في البيت انا بقى شويه دقيق، وبحط عليهم مثلا مكعب ماجي، وبحط عليهم فلفل اسود وكمون وملح وبابريكا، وبظبط الدنيا بخليها بصي احلى من الفيجيتار الجاهز والله بجد. وبتكتري بقى شويه الدقيق، ولو عندك كمان بقى كمان عشان يقرمش البانيه، بس انا ما كانش عندي. وعندك شويه اللي هو بيتحط على الكيكه ده محسن كيك، او كربوناتو يعني. هتحطي شويه على التتبيله بتاعتك دي، هتخلي يعني بتاع البانيه بتاعك مقرمش وكده. بس انا الصراحه ما كانش عندي. بس مسكت كده البانيه طبعا حطيته كده في قلب الخلطه،
وتبلته جامد في الخلطة. ولو انت عايزة بقى القطعة تتضاعف معاكي في الحجم وكده، هتحطيها كده في قلب الخلطة تاني، وهتنزلي في الخلطة دي تاني، يعني تنزلي في الخلطة اللي هي السايلة، وبعد كده هتنزلي في الخلطة البودرة دي تاني، يعني هتعمليها مرتين مثلا. لو انت عايزة مثلا القطعة تتضاعف معاكي او تبقى فيها طبقة تخينة شوية، هتعملي الطريقة اللي انا هقولك اللي انا قلتلك عليها دي. بس هتبل بقى كل البانيه بتاعي معايا كده بنفس الطريقة طبعا، عشان ما تزحميش نفسك وتقعدي تعملي كل. انا بعمل ايه يا جماعة؟ انا بتبل البانيه بتاعي كله واحطه كده في صينية عندي وقدامي، وبحطه كده كل واحدة بعيدة عن التانية، واروح قالية بقى كده مرة واحدة. مش بقعد احط واقلي واقعد احط واقلي. ولو انا بقى مثلا هعمل اي اكل حاجة تانية جنب الاكل، هبقى فاضية ليها، مش هقعد احط واوسخ ايديا بقى وكده. انا بتبل البانيه كله بتاعي كده زي ما انتوا شايفينه، برصه في صينيه كده. بس اهم حاجه ما ترصوش على بعضه علشان ما يعجنش، رصي كل واحده كده لوحدها، وتكوني بقى مسخنه الزيت بتاعك، وتروحي بقى قاليه البانيه بتاعك يعني زي ما انت تحبي بقى، في زيت قليل في زيت كتير براحتك يعني. انا الصراحه كنت قاليه البانيه بتاعي في زيت قليل مش كتير يعني. بس هتبل كده كل كميه البانيه وهرصها كده في الصينيه، وهوريكم برضو وانا بقليها دلوقتي في الزيت، وعايزاكم انتوا تتفرجوا عليا كده، تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. ويا ريت اللي اول مره يتفرج على القناه بتاعتي يشترك لي في القناه ويفعل لي الجرس ويعمل لي كومنت حلو كده يشجعني فيه ان انا انزل فيديوهات تاني وكده. وما تنسوش اسم القناه بتاعتي، قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي، اسمها حلو يعني مش وحش ومميز. فيا ريت بقى تحفظوه، اسمها ام العيال في البيت بيتي. يا ريت بقى تشتركوا لي في القناه، تفعلوا لي الجرس وتعملوا لي كومنت حلو كده زيكم. بس وده طبعا انا بعد ما حطيت كده البانيه في الزيت بتاعنا الجميل ده، وهقلب البانيه كده على الوش التاني. اول ما تحسي كده ان هو يعني لونه بقى ذهبي كده شويه، اقلبيه على الوش التاني. بس وطبعا النار عندي كانت ضعيفه شويه، فالبانيه كنت حاسه ان هو القشره بتتحش من عليه، عشان بس كان الانبوبه خلاص قربت تخلص، فكانت النار ضعيفه شويه على على البوتاجاز يعني. بس ودي الباميه بتاعتي طبعا كده بعد ما شاء الله فكت كده زي ما انتوا شايفين. و... ولونها الاخضر ده بجد والله يا جماعه، انا الباميه دي يعني مخزناها عندي والله بجد من السنه اللي فاتت. يعني شوفوا، لا شوفوا لونها جميل ازاي، اخضر كده وجميل، اكنك لسه عاملاها دلوقتي، اكنك يعني لسه جايبه باميه صبحه وعاملاها. لونها يعني محتفظه بلونها اخضر. وبصي ما تقوليليش بقى، في ناس بتقولي تخزين الباميه وواحده بتسويها على البخار والحوار، أنا ما بعملش اي حاجه من الكلام ده. انا بقمع الباميه بتاعتي وبشطفها بميه وبنشفها بفوطة وبس كده، وبعبيها في كيس وبحطها في الفريزر، ولا بعمل اي حاجه من اللي من اللي الناس بتقول عليها دي. والله يا جماعه دي مخزناها من السنه اللي فاتت، تشوفوا خضرة وجميله، واكني لسه شارياها وعاملاها، يعني ما فيهاش اي حاجه. مش عايزين نصعبها على نفسنا يعني. بس وبرضو كنت مخزنه يعني بسله بجزر، هوريها لكم برضو وانا بطبخها برضو من السنه اللي فاتت، جميله جدا واكني لسه جايباها النهارده وعاملاها يعني. شوفوا ما شاء الله الباميه بتاعتنا جميله ولونها ومحتفظة بلونها الخضار الجميل ده. بس طبعا كده انا خلصت كده البانيه بتاعي. انا كنت بقلي كده طبعا الزيت بتاعنا اتحرق، وانا لما لقيته اتحرق قوي كده انا زودت شوية زيت، وبعد كده جيت في الاخر غسلت الطاسة ورميت الزيت خالص وحطيت زيت جديد يعني، لما لقيت الزيت اسمر قوي واتحرق. وبعد ما وانا بقلي في البانيه بقى كده قلت اعمل شوية رز حلوين كده بشعرية يعني. طبعا انتوا عارفين البانيه بيحب الرز بشعرية، بحب انا اعمل جنب البانيه رز بشعرية يعني. بس عملت شويه رز بشعريه حلوين كده طبعا والله يا جماعه. وانا بعمل الرز بشعريه طبعا ما شاء الله يعني النور قطع عليا، بس الحمد لله ولعت الكشاف بتاع التليفون وعرفت اصور وكده يعني. بس فكانت الشعريه كانت هتتحرق مني، بس النور كان قاطع طبعا، انا ما كنتش شايفه اي حاجه في المطبخ، ما كنتش شايفه الا الحله اللي انا بعمل فيها بس. فطبعا الحمد لله كانت الشعريه هتتلسع مني، بس الحمد لله لحقتها يعني. بس وقلبت الرز بتاعنا كده وحطيت عليه، حطيت الرز بتاعنا بعد ما غسلته، حطيته كده على الشعريه وقلبته كله كده في قلب بعض، وبعد كده بقى هنزل عليه بالعقد بتاعه اللي هو الميه يعني، وهظبط بقى كده واحط له بقى شويه ملح كده على الوش وهظبطه يعني. وده بقى يا حبايبي كده الاكل بتاعنا بعد ما استوى، ده البانيه والرز والباميه الجميله بتاعتنا كده ما شاء الله الله اكبر. بس ويا ريت لاول مره يشوف القناه بتاعتي يشترك لي في القناه، وصلوا بينا على النبي واذكروا الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.